الليل، وإذا الشدائد أقبلت بجنودها والدهر من بعد المسرة أوجعك، لا ترجو شيئا من أخ أو صاحب أرأيت ظلك في الظلام مشى معك، وارفع يديك إلى السماء ففوقها رب إذا ناديته ما ضيعك. لا لليأس، والله قد تتغير أحوالك وتنقلب حياتك رأسا على عقب، ويأتيك اليسر والفرج من طريق بعيد لم يخطر على بالك، بسبب أنك التجأت إلى الله وأحسنت الظن به. ما من عبد تضيق به الأرض بما رحبت، خاصة إذا خذلك الناس، وخاصة إذا تولى عنك القريب والحبيب، وخاصة إذا كنت تثق في أحد فخذلك. عندها تعلم أن الله يريدك أن تلتجئ إليه، فإن هذا هو المقصود من البلاء، الفرار من الله إلى الله. أسعد الناس من جعل شكواه إلى الله ولم يشتك الله إلى خلقه. أسعد الناس من جعل يقينه بالله ولم يجعل يقينه في زيد وعمر. وما من عبد يدعو في كره ويصدق مع الرب إلا أعطاه الله إحدى الحسنيين. ولسوف يعطيك ربك فترضى، لن يعطيك فقط ولكن سيعطيك حتى ترضى. فلا تحزن ولا تيأس مهما كانت الخسائر في عمرك، مهما فاتتك أشياء تحبها، مهما طال انتظار الأماني، مهما كانت ظروفك صعبة. لا يهتز إيمانك بخالقك، فما يقضي هو الخير لك، وسيعطيك أكثر مما تتخيل.